إذا بتحبوا الحلويات الباردة لازم تجربوا هالحلا. الطعم بيخليكم تعيدوا الكاسة. أسرع حلا كاسات بالشوكولا بدون تعب، والطعم ولا أطيب. وصفة اليوم لعشاق الشوكولا، كريمي وخفيف وبيدوب بالتم ذوبان. فتابعوا هالفيديو لتشوفوا الطريقة. ومنقول بسم الله ومنبلش. بالبداية حضرت الكاسات وطحنت علبة بسكوت سادة. فيكن تطحنوا أي نوع بسكوت سادة موجود عندكن وعلى أي نكهة انتو بتحبوها. وراح بلش ضيف معلقة كبيرة بكل كاسة، وراح ساويون هيك على مستوى واحد مثل مو شايفين. وبعدين بدي ضيف الحليب. بدي ضيف كمية بسيطة من الحليب على كل كاسة لحتى البسكوت يتشرب الحليب ويصير طري عندي. وحابة أذكركن فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من دعمكن من لايك واشتراك بالقناة لحتى أستمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. كتير بيهمني دعمكن هاي الفترة حتى لو بلايك. وجبت كاسة فاضية وضغطت هيك بهاي الطريقة على أول طبقة، وهيك بتكون صارت جاهزة عندي أول طبقة. ولتحضير الطبقة التانية، الطبقة هي كتير سهلة وبسيطة. رح أضيف نص كوب من الحليب وزنه 125 ملي وظرف صغير من كريمة الخفق. رح أستمر بالخفق بهاي الطريقة هيك لحتى يصير قوامه بهذا الشكل كريمي. شوفوا ما شاء الله على القوام. وبإمكانكم كمان تضيفوا كاختياري معلقة صغيرة فانيليا. وضفت الكريم على كيس الحلويات ورح بلش بتشكيل الطبقة التانية. هيك صارت جاهزة عندي. شفتوا ما شاء الله قديه سهلة وبسيطة وبنفس الوقت قوامها كريمي وبياخد العقل، بتدوب بالتم ذوبان. يعني حرفيا أسرع حلا كاسات بالشوكولا بدون تعب وبدون فرن وبدون غاز حتى. هيك صارت جاهزة عندي الطبقة التانية. وهلأ بدي بلش بالطبقة الثالثة. أول شي ضفت علبة قشطة صغيرة، وضفت معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعلقة صغيرة دوبتها بشوية مي سخنة من قهوة سريعة الذوبان. وهلأ بدي حركن مع بعض لحتى يمتزجوا المكونات كلياتهم. وبس لحتى أخلطن كتير منيح ويمتزجوا بدي أضيف معلقة كبيرة من السكر. طبعا إضافة السكر بتكون حسب الرغبة، بس هيك طلع ممتاز. وإذا ما حبيتوا تضيفوا السكر بتقدروا تضيفوا العسل أو الحليب المكثف المحلى، كمان بيطلع كتير ظريف. وبعد ما أخلطهم كتير منيح وأتأكد إنه السكر داب تماما، كمان بدي صبهم بأكياس الحلويات وكمان ضيفهم على الطبقة التانية بهاي الطريقة. وحاولوا تكون الكمية متساوية لحتى يطلعوا كلهم نفس الشكل. وبعد ما أصبهم بساويهم على مستوى واحد، وبعدين بدي أدخلهم على البراد بس لحتى يبردوا شوي ويتماسكوا عندي وبيكونوا جاهزين. وهيك بعد ما طلعتهم من البراد حبيت زينهم بالشوكولا المبشورة ومع شوية مكسرات مطحونة. طبعا انتو بتزينوا بالشي اللي انتو بتحبوه. بتحبوا تزينوا بالكاكاو البودرة، بتحبوا تزينوا كمان بسكوت مطحون، يلي انتو بتحبوه كله بيطلع طيب وكله بيطلع لذيذ. برغم بساطة هالوصفة إلا إنه كتير طيبة ولذيذة، وحلا كتير بيطلع معكن فاخر ولذيذ. وإذا عندكن ضيوف وحبيتوا إنه تقدمون فجربوا هاي الوصفة، كتير بنصحكم فيها وبتبيض الوش. ألذت للطبقات وطعم خرافي. مستحيل تكتفوا بكاسة وحدة. على قد مو هالحلا سلس وقوامه بدوب بالتم ذوبان، وكمان بارد ببورد على القلب. ومثل ما شفتوا لا احتجنا فرن ولا احتجنا غاز. كتير وصفة سهلة وبسيطة. خبروني من أي بلد كنتوا عم تتابعوا الفيديو لحتى أعرف فيديوهاتي لوين عم توصل. وخبروني كمان إذا بتحبوا هيك أنواع من الحلا، حلا الكاسات أو حلا الطبقات. اكتبولي بالتعليقات وخبروني شو رأيكم بحلا اليوم، وانتظاركم تجربوها وتخبروني رأيكم بالتعليقات. متأكدة إذا جربتوها مرة رح تعتمدوها بكل مرة على قد ما لها طيبة ولذيذة وبتدوب بالتم ذوبان. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم والفيديو نال إعجابكم. وخبروني شو حابين أعمل وصفات بالفيديوهات الجاية، إذا كان حلا أو طبخات أو أي وصفات تانية كتبولي بالتعليقات. وبنهاية الفيديو لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى أستمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. سلام.